تمغارت للمولة المرأة المغربية، شريكة في المسؤولية، حارسة الأرض، وروح الحكمة. عبر التاريخ الإنساني لطالما كانت المرأة جزء ما كيتجزأش من بناء المجتمعات، لكن صفحات التاريخ ما كانتش كتعطيها دائما التقدير اللي تستحقه. في المغرب البلد الذي يعتبر ملتقى للحضارات والثقافات، كنلقاو المرأة دائما في الصفوف الأمامية، صانعة للتاريخ، حامية للهوية الثقافية، شريكة للرجل لا تابع له، وحارسة لقيم الأصالة والحداثة على حد السواء. قصتنا اليوم ماشي هي مجرد رصد لأدوار النساء المغربيات عبر العصور، ولكن رحلة مشوقة بين شخصيات نسائية خلدها التاريخ وأخرى بقيت في طي النسيان رغم الإنجازات ديالها. فمن جبال الأطلس إلى سواحل المتوسط، ومن الصحراء الشاسعة إلى مدن المغرب العتيقة، غادي نغوص معكم في عالم المرأة المغربية، هذيك القائدة، هذيك المبدعة، تلك المقاومة التي شكلت ملامح هذا الوطن. والمغرب ألوان وانت إنا لون. نبدأ قولي كيف كافة البشر بسم الرحمن. نبدأ بالمرأة المغربية في أقدم الحضارات، تقاسم للمسؤوليات ودعم للاستقرار. الحضارة الأمازيغية كانت المجتمعات الأمازيغية اللي تعد من أعرق الثقافات بالمغرب كتقوم على مبدأ المساواة الفطرية بين الجنسين، بين الرجل والمرأة. شغلت المرأة مكانة رفيعة، فهي الزراعة، فهي مديرة موارد الأسرة، فهي حارسة التقاليد. عند الحاجة ما كترددش النساء في المشاركة في الحروب والدفاع عن القبيلة. والروماني ومع ازدهار المراكز التجارية بحال وليلي فولبوليس، برزت المرأة كمساهمة فعالة في الاقتصاد وفي التجارة. عملات الحرف اليدوية، إنتاج الفخار، إعداد المنتجات الغذائية كالزيتون وزيت الزيتون، وتقاليد ما زالت قائمة في بعض مناطق المغرب إلى اليوم. نجيو للعهد الإسلامي، المرأة كحارسة للهوية الثقافية. بعد سقوط الأندلس لعبت المرأة دور محوري في نقل التراث الأندلسي إلى المغرب، خصوصا في مدن بحال فاس، تطوان والرباط. برز هذا التأثير في المطبخ الأندلسي، الأزياء الفاخرة، صناعة التطريز اللي شكلت القفطان المغربي الأصيل. ألا ماما إذا عصينا وإحنا لله تايبين.
المرأة في الحفاظ على الموروث الثقافي. لعبت المرأة المغربية دور كبير باش تحافظ على الهوية الثقافية ومقاومة محاولات الطمس الثقافي. ماشي غير أجي وكون مرأة مغربية. الفضل كيرجع للمرأة الأمازيغية بالدرجة الأولى، لأنها أكثر من مجرد فرد في المجتمع، بل تعدات هذا الدور باش تتخذ لنفسها مؤسسة اجتماعية وثقافية. وظيفتها ربط قنوات ثقافية كتنقل القيم والثقافة الأمازيغية المغربية بين الأجيال، تلقن اللغة الأمازيغية اللي هي اللغة الأم للمغاربة للنشء وتحميها، تصون الذاكرة الجماعية للمجتمع من الاندثار، سواء من خلال الحفاظ على الموروث اللامادي بحال الحفاظ على فنون الطبخ، الرقص، الأزياء، النقش بالحناء، صناعة الزرابي، السجاد، الطقوس الاحتفالية، التقاليد العريقة. تبارك الله عليك لاله تمغات. عشقي في الزين الصاح غيوان وزاد جراحي وسبابي يا أهل الهوى زينة الدوار، سبابي يا أهل الهوى زينة الدوار، يوم تعطفوا بنصاح جاوي زوروا مرتاحي صبوني. الحاصل كل ما كيرتبط بالتراث الشفاهي، كيف ما هو الحال بالنسبة للفنون الغنائية، إغزان بالريف، تماويت بالأطلس، الحكايات الشعبية، تنفاس، الأمثال أو التعابير المسكوكة أو تلقين حكايات أسطورية مرتبطة بالميثولوجيا الأمازيغية. واحد المقال جميل جدا للأستاذ خير الدين الجامعي قريته وعجبني واقتبست لكم منه هذه الفقرة. كيقول أن المرأة الأمازيغية باعتبارها مؤسسة ثقافية، المرأة ما بخلاتش حتى بجسدها اللي اتخذته لوحة فنية زينتها بالرموز عبر الوشم للدلالة على أصالتها، عمق ثقافتها. وضمنات بهذه الطريقة استمرارية الشخصية الثقافية الأمازيغية للمنطقة. نجيو للدور العظيم الآخر للمرأة المغربية في مواجهة التحديات عبر العصور. في الأزمات الطبيعية مثلا خلال فترة الجفاف أو المجاعات، المرأة المغربية تحملت على عاتقها مسؤولية إدارة الموارد القليلة المتاحة باش تحافظ على بقاء الأسرة، سواء من خلال تخزين الأغذية أو تطوير طرق مستدامة للعيش. نجيو دابا لواحد الفقرة أنا شخصيا خدات من الوقت الكثير، هي الأسماء المغربية البارزة في التاريخ. عبر العصور ساهمت النساء المغربيات في بناء التاريخ والمجتمع من خلال أدوار قيادية بارزة، سواء في السياسة أو في الدين أو الثقافة أو المقاومة أو العلم أو الفكر إلى آخره. هذه غير شوية من بزاف ديال الشخصيات التاريخية التي ألهمت الأجيال. في السياسة والقيادة القبلية، إلا كان شي كائن يستحق القيمة الاعتبارية المثلى في المجتمع المغربي فهي المرأة، والمرأة الأمازيغية لأنها هي الأصل، لأنها هي روح المجتمع، وهذا ما تفطن إليه إمازيغ منذ غابر الأزمان. فالمرأة الأمازيغية والمرأة المغربية بالإضافة لدورها المحوري في المجتمع، دورها البيولوجي الإنجابي، تدبير شؤون البيت، تربية النشء، أدوارها السوسيو اقتصادية، الإنتاجية، أدت دور ثقافي بكل اقتدار وتبوءات مكانة الريادة في المجالات الدينية والسياسية وحتى العسكرية.
جيات بحال تيني هنان اللي لعبت دور قيادي باعتبارها ملكة وقائدة قبائل الطوارق الأمازيغية جنوب المغرب وشمال إفريقيا. كتعتبر رمز للقيادة النسائية في فترة ما قبل الإسلام، ليها كيرجع لفضل تنظيم القبائل، الرحل وتأسيس نظام اجتماعي كيعتمد على التوازن بين الزراعة والتجارة. الزهراء الوطاسية حاكمة فاس، زهور بنت منصور الوطاسية حكمت فاس خلال المرحلة الانتقالية بين الدولتين المارينية والوطاسية، قادت البلاد في ظروف صعيبة وعصيبة وحافظات على الأمن حتى تولى الحكم محمد الشيخ الوطاسي. خناثة بنت بكار من هدية السلطان إلى أم السلاطين، سبحان مبدل الأحوال. قال عليها ابن خلدون كانت إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة. خناثة أول وزيرة في تاريخ الدولة المغربية، قائدة مغربية وزوجة السلطان مولاي إسماعيل، لعبت دور سياسي بارز كمستشارة للسلطان. خناثة بنت بكار تعتبر رمز للحكمة السياسية في المغرب ودورها في حماية استقرار الدولة العلوية، جعلها شخصية محورية في تاريخ المغرب. زينب النفزاوية زوجة مؤسس مراكش في القرن 11، ابنة إسحاق الهواري من قبيلة نفزاوة الأمازيغية. تعرفات ووصفت بالجمال والذكاء. تزوجها يوسف بن تاشفين وساهمت في استقرار الدولة المرابطية، وكان لها دور كبير في التحفيز على بناء مدينة مراكش. ما تنساوش المراكشيين، إليها يرجع الفضل. عندها واحد الإرث وهو أنها رمز للقيادة النسائية في المغرب، تعرفت بالحنكة ديالها والتأثير الكبير ديالها في السياسة والإدارة. السيدة الحرة حاكمة تطوان وأميرة الجهاد البحري. في زمان كان فيه حكم المرأة عند المسلمين شي حاجة غير مألوفة، اعتقادا منهم أن الدين لا يستحب ذلك. خرجت لهم هذه المرأة العظيمة وتسللت بفضل دهائها وحنكتها إلى القلوب وغمار السياسة. مني شافوا الناس في تطوان وفي شاون سديد الحكم ديالها، قالوا هاد السيدة هذه هي اللي نخليوها حاكمة علينا. أدت واجبها على نحو منقطع النظير، مع أن الوضع الداخلي وحتى الخارجي كان شوية غير مستقر، ولكن بقات حاكمة لما يربو عن 30 سنة. تاجت النهاية الغير متوقعة. أنا العائلة مولاتي قد والبسيماتي يا للا مولاتي يا للا مولاتي. أنا العائلة مولاتي. نجيو للثقافة والفكر. كنزة البرنوسية التازية المغربية المعروفة بكنزة الأورابية، لكن رواية أخرى كتنسبها إلى قبيلة نفزة الأمازيغية، كانت في القرن التاسع الميلادي. زوجة إدريس الأول الدولة الإدريسية، ساعدته في توطيد الحكم الإسلامي بالمغرب، ولعبت واحد الدور منقطع النظير في تدعيم أركان دولة الأدارسة. أدخلت التعليم الديني والثقافة الإسلامية إلى الأمازيغ. مازال ما نسيت جلسة في فاس، خليعة وصريعة الكاس ولا عين الكحلة يا ناس، كي جرحوا الكوينة كل شي بالقاعدة. فاطمة الفهرية في القرن التاسع الميلادي، مؤسسة جامعة القرويين في فاس عام 859، تعد أقدم جامعة في العالم. كانت رمز للعلم والتدين وساهمت في جعل فاس مركز فكري وثقافي. أختها مريم الفهرية هي واحدة من أعلام نساء المغرب اللواتي ساهمن في صنع تاريخ المغرب، واللي احتفظ باسمها خالدا بتأسيس الجامع الأندلس، اللي لعب دور كبير في تعليم الناس وتثقيفهم في شؤون دينهم ودنياهم. أرفق يا ملكي بعثك وعطية صبغ يا